فمفيش وضوح، مفيش صراحه. يعني الناس مثلا بتفاجئ كل مره برفع سعر البنزين، وعادة بيبقى يوم خميس زي ما احنا كلنا متعودين. دي كارثة حصلت في مصر. دايما الكلمة اللي بنسمعها ايه؟ فين البديل؟ يعني التعليم استثمار، ما ينفعش ينتظر اكتر من كده في مصر. احنا عندنا مشكلة كبيرة قوي في هجرة الاطباء. يعني في اساسيات في ملف الصحة مش محتاجة خبير يقولها، مفيش طرق امنة لتعدية الشارع. اول حاجة العدالة مش مفروض تبقى مطاطه. مش هينفع نبني ونتقدم ونتطور وفي ناس حاسه بظلم. ما هو السكن البديل ممكن مبقاش مناسب للناس. احنا الطبقه المتوسطه خلاص بتتلاشى او تلاشت، قويه منتجه. اكيد مش هخون الناس، اكيد مش هختفي بعد ما اكون في البرلمان. احنا مش معارضه لمجرد المعارضه. تطوير توغل على المساحات الخضراء، كان حي سكني هادئ بقى زحمه، بقى دوشه، بقى غير امن للسكان على عكس اللي هم كانوا متعودين عليه. احنا برضو مش عايزين نقطع عيش حد. امثل تطوير ممكن يحصل ان انت تخلي اهل المنطقه هم جزء منه. احنا قدماء المصريين ولا احنا شرق اوسطيين ولا احنا عرب ولا احنا افارقه؟ انا بطلع نخبه مش عارفه تاريخها ولا ثقافتها ولا لغتها. مصر الجديده دي لوحدها ممكن تبقى وجهه السايح جاي يشوف قصه هليوبلس. لو انا بعت له الحكايه بتاعت هليوبلس، احنا وصلنا ل 161 مليار دولار للدين الخارجي، لكن الدين الداخلي بقى كمان وصل نسب عاليه جدا. هو دلوقتي 11 تريليون جنيه مصري. مش هنكون موافقين في الاخر؟ اكيد لا طبعا. استحاله اكون موافقون على الغلط. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده معانا حلقه جديده، حلقه فيها حيويه، لان احنا امام سباق برلماني في تنافس كبير، خاصه على المقاعد الفرديه. دوائر مصر بلغت درجات من السخونه في التنافس بتاعتها، خاصه في المحافظات في الدلتا وفي وجه بحري وفي الصعيد. في القاهرة والجيزة الناس بتبص لبعض الدوائر بان هي دوائر هادية او دوائر ممكن المنافسة بتاعتها ما تكونش بنفس قوة المنافسة في المحافظات البعيدة او في محافظات الدلتا او وجه بحري او الصعيد. لكن في دوائر معينة في مصر، في القاهرة، في الجيزة، فيها درجة من السخونة عالية جدا. فيها مال سياسي، فيها مرشحين داخلين بإيديهم، في مرشحين داخلين بإيديهم، في مرشحين عايزين اللقطة، في مرشحين عايزين اللقطة. دايرة مصر الجديدة دي دايرة مهمة جدا، ودايما الناس بتبص عليها بصة مختلفة غير الدوائر اللي في مصر في المحافظات أو في الأماكن المختلفة. ليه دائرة مصر الجديدة مختلفة؟ بسبب طبيعة السكان المختلفة وطبيعة المنطقة الجغرافية واحتياجات الناخبين. عشان كده هنبدأ النهاردة مع مرشحة من حزب الدستور بترفع شعارات العدالة والتنمية ومبادئ المساواة. خلونا نرحب بالأستاذة وفاء صبري، مرشحة فردي عن دائرة مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر عن حزب الدستور. أستاذة وفاء، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك. في البداية وبكل موضوعية خلينا نبدأ ونعرف ونعرف الناس مين هي وفاء صبري. اهلا وسهلا بيك الاول، وانا شاكره على اللقاء. انا خلفيتي ان انا بكالوريوس اقتصاد وعندي ماجستير اداره اعمال من الجامعه الامريكيه بالقاهره. اخذت شهادات تانية في مجال التدريب والتطوير ورياده الاعمال، وانا استاذ زائر في الجامعه الامريكيه بدرس دلوقتي حاليا ماده التواصل الاستراتيجي. استاذه وفاء، بامانه وبصدق شديد، دايره مصر الجديده دايما المال السياسي بيلعب فيها دور، ودايما النائب اللي موجود في مصر الجديدة نائب فلوسه كتير. بتتعامل ازاي؟ والاول عايزين نعرف حضرتك في بقك معلقة ذهب ولا لأ؟ والحاجة التانية، هتتعامل ازاي مع عتاولة المال السياسي في دايرة زي دايرة مصر الجديدة ومدينة نصر والنزهة؟ هو طبعا حضرتك عملت مقدمة نارية بخصوص سخونة المشهد في الانتخابات وسيطرة المال السياسي على المشهد، وده حقيقي بحد كبير. واحنا شفنا مرشحين فعلا انسحبوا من السباق واعترضوا على ان الاحزاب بتاعتهم طالبوهم بمبالغ خرافية. انا سمعت ارقام 50 مليون و60 مليون في الدعاية الانتخابية. لا مش الدعاية، عشان ياخدوا كراسي في القوائم. ده
وجهة نظرك انا شفت او معلوماتك. يعني دي الحاجات اللي انا سمعتها وشفتها، وفي ناس طلعت قالت الكلام ده. يعني طبعا جايز وارد يكون حقيقي مش حقيقي، بس هو في يقال كلام كتير اثير على الموضوع ده. في طبعا المال السياسي في صوره شراء الاصوات او ممارسات ان يدوا دعم بصوره ما، دعم مادي للمرشحين لشراء الاصوات. انا خدت موقف من الاول، حسمت موقفي ان انا ضد ان انا اشتري اصوات، ضد ان انا اشتري كرسي بالمبالغ دي. وانا قررت ان انا هاخد التجربه، لان انا شايفه انه احنا في الوقت الحالي في تحديات كبيره جدا، ولازم يعني انا حتى كنت من الناس اللي واخده موقف مقاطعه لعمليه الانتخابات لفتره طويله، لان كنا شايفين ان مفيش مصداقيه يعني في التاثير حتى. لكن انا يعني فكرت وقلت لا، لازم يبقى في مشاركه، ما ينفعش ان احنا نقعد نشتكي واحنا ما يكونش لينا دور نقدم حلول، نكون جزء من الحل. زائد انه التحديات اللي موجوده دلوقتي محتاجه اراء تانية، محتاجه وجهه نظر مختلفه، محتاجه مشاركه. يعني هي مش معارضه بهدف المعارضه، هي معارضه بهدف تقديم سياسات بديله، رؤى مختلفه، بحيث ان احنا نقدر نواجه كل التحديات الموجوده على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي اللي موجوده دلوقتي في الدوله. استاذه وفاء، المرشحين انواع. في مرشح معاه فلوس كتير، بيعمل دعايه كتير، بينتشر، حتى لو هو برنامجه الانتخابي مش بيقدم حلول جديه مع التحديات اللي بنمر بيها. بالظبط. حضرتك بتعلني من خلال برنامجك الانتخابي اللي انا القيت عليه نظره انك متسلحه ببرنامج انتخابي يقول للمواطن انا هكون صوتك في مجلس النواب. بالظبط. عايزين نعرف ملامح رئيسيه قبل ما ندخل في تفاصيل ملف. تمام. برنامجك الانتخابي بيعبر عن ايه وايه اهدافه؟ تمام. أنا بس قبل ما أتكلم على البرنامج الانتخابي والمحاور الرئيسية فيه، برضو تعقيبا على موضوع المال السياسي في العملية الانتخابية، إنه يعني في الموديل الديمقراطي او في الدول الديمقراطيه الانتخابات بتبقى بالعكس، الناس هي اللي بتتبرع للمرشح، او كانه اكتتاب من الناس عشان يمكنوا الشخص اللي هم بيتوسموا فيه ان هو هيكون امين انه يمثلهم في البرلمان او في مجلس النواب وينقل مشاكلهم ويبقى رقيب امين على سياسات الحكومه. عندنا للاسف الثقافه دي مش موجوده، يعني هو جزء من شروط الترشح ان المترشح لازم يفتح حساب بنكي ومعلن عشان يتلقي التبرعات، لكن الثقافه دي للاسف مش موجوده عندنا. انا عملت اللي عليا، فتحت الحساب عشان الناس تتبرع، يا ريت انت كمان تتبرع لو تقدر، لان انت من سكان الدايره. عرفت ان انت من سكان الدايره. واتمنى طبعا انك تدي لي صوتك، بس قصدي الثقافه دي مش موجوده. فاحنا عندنا الايه اتقلبت زي ما بيقولوا معكوسه، ان المرشحين هم اللي بيصرفوا مبالغ باهظه، بيتحملوا اعباء شديده وثقيله جدا في الدعايه الانتخابيه. فطبعا دي بتحد شويه من قدره معظم الناس. كتير قوي ممكن انهم يكونوا عايزين يشاركوا ويقدموا نفسهم كمرشحين انهم يتنافسوا او يشاركوا، يعني رهانك في التأثير. بالظبط. فأنا رهاني على البرنامج، المحاور اللي أنا مقدماها في البرنامج، الرؤية اللي أنا بتكلم عنها، الحلول اللي أنا بطرحها بصيغة عامة في الوقت الحالي للمشاكل اللي موجودة في الدايرة بالتحديد وفي مستوى الدولة بوجه عام يعني. وبعد برضو أنا يعني في تحدي كبير، بس مش إقناع الناس بي أنا شخصيا كمرشحة أو بالخطاب السياسي بتاعي أو ببرنامجي. أنا عندي تحدي أكبر برضو، اللي هو إن الناس تشارك. مهم جدا ان الناس تشارك، لانه عدم المشاركه ده خلى ان احنا بقى عندنا مجلس نواب لكذا دوره او لدورات متعدده بيغلب عليه الصوت الواحد. ضروري جدا ان الناس تشارك عشان يبقى فيه وجوه جديده، وجوه تمثل الناس بامانه، وجوه تقدر تدي وجهه نظر مختلفه تساعد الدوله وتبقى في ظهر الدوله في انها تتعامل مع التحديات الكبيره اللي موجوده عندنا باساليب مختلفه. وفاء، شعار حضرتك في حملتك الانتخابيه اختار صح، خليك انت التغيير. تمام. هل اختيار الناخبين ليكي هو الاختيار الصح اللي حضرتك شايفاه مناسب في المرحله الحاليه؟ والله بالتاكيد انا من وجهه نظري شايفاه مناسب، لانه يعني انا زي ما قلت لحضرتك، انا ليه شايفه ان حضرتك الاختيار الصح؟ لان انا يعني بقالي سنوات طويله من خلال العمل الحزبي، من خلال العمل العام عموما، يعني
بتعامل مع الناس عن قرب، وبالذات في دايره مصر الجديده ومدينه نصر اللي انا منها وكبرت وتربيت فيها، فعارفه مشاكل الناس، وبرضو عيني على طول على المشاكل العامه اللي في الدوله بوجه عام، يعني لان دي بتاثر برضو على كل المواطن، على عيشته وحياته وكل حاجه. فانا من خلال احتكاكي مباشر بالناس لسنوات طويله، يعني انا شايفه ان ده شيء بيساعدني. هو ده انا بلاقي نفسي في العمل العام، بلاقي نفسي في ان انا يبقى ليا دور في تغيير، ولو دور بسيط في تغيير حياه الناس للافضل بوجه عام، وبالتحديد في قضايا بتخص الدايره اللي انا بنتمي ليها. قربك من الناس خلال السنين اللي فاتت، الناس دايما بتتخوف من المرشح او النائب اللي بينجح وسوري ما بيشوفوهوش تاني، يختفي بالظبط، تليفونه مغلق او غير متاح بالظبط. ليه وفاء صبري مختلفة، او حضرتك شايفة او الوعود اللي بتقدميها في السياق ده التحامك مع الناس مكمل في حالة النجاح ولا لا؟ انا شايفه، لان انا انا على يقين ان انا مش من الناس اللي هكون بختفي. انا بالعكس، يعني ده السبب ان انا غيرت وجهه نظري ان الواحد يفضل متفرج ويقاطع، ان انا حاسه انه لا، الناس دايما لما بيبقى في حراك دايما الكلمه اللي بنسمعها ايه؟ طب فين البديل؟ مفيش حد مناسب. طب ما احنا طول ما الناس قاعده واخده جنب، ما بيبقاش في مجال ان الواحد يعني يشتبك مع الشارع، يشتبك مع القضايا بصفه رسميه، ياخد خبره، يبقى قريب قوي من العمليه التشريعيه والسياسيه والرقابيه، بحيث الواحد يبقى عندنا كوادر. عشان كده انا بقول للناس ارجوكم انزلوا شاركوا، يعني خلي يبقى ليكوا دور، مكنوا. طبعا بدعوكم انكم تنتخبوني من اهل الدايره، بس بدعوكم ان انتوا تنتخبوا ناس تانية كتير شبهكم، ناس تانية انتوا تتوسموا فيهم ان هم يكونوا امناء، ان يوصلوا صوتكم في البرلمان، يكونوا برضو يقوموا بدورهم على اكمل وجه، الرقابه على اداء الحكومه واقتراح سياسات وتشريعات بديله تواجه كل التحديات والمشاكل اللي بتقابلنا. نزول الناس بكثافه والمشاركه واختيارهم للمرشحين المناسبين للمرحله دي هو اللي هيخلي الصوره تتغير في البرلمان، يبقى في توازن شويه، يبقى في وجهات نظر مختلفه، ناس بتطرح رؤى وحلول مختلفه. عشان كده طبعا يعني يا ريت الناس تشارك، ويا ريت الناس تختار ناس شبهها، ناس هي متوسمه فيها انها تبقى مش من النواب اللي بتختفي بعد ما بياخدوا المقعد في البرلمان. استاذه وفاء، قلتي انك قعدتي فتره منقطع عن المشاركه في العمليه السياسيه، وخاصه في الاستحقاقات الخاصه بالبرلمان وغيره، لكن المره دي نزلتي، مع ان المنافسه المره دي اكثر شراسه، في احزاب اكتر، احزاب غنيه، لكن بتنتمي لحزب الدستور اللي احنا نعرف ان هو حزب مش غني. ليه انتمائك كان لحزب الدستور، وليه حزب الدستور تحديدا اللي اخترتي انه هو يكون بيمثل وفاء صبري؟ والله الحقيقه يعني هو حزب الدستور من بعد 2011 كان في اقبال يعني كبير جدا جدا من كل قطاعات المواطنين من كل على مستوى الجمهوريه انهم انضموا لحزب الدستور، وكانوا من الاعضاء المؤسسين او من اعضاء اللي انضموا لحزب الدستور. طبعا الموضوع ده تراجع بسبب عدم المشاركه السياسيه لاسباب كتيره احنا عارفينها وتطورات كتيره حصلت، لكن انا ما كنتش مقاطعه. انا يعني احنا في الاول كنا معنيين بان احنا نقدم نفسنا كمعارضه بتقدم سياسات بديله بطريقه ذكيه، وتبقى بتساعد الحكومه في طرح رؤى مختلفه لحل التحديات اللي موجوده. فمثال مثلا في 2012 احنا قررنا في الحزب ان احنا نشتغل شغل السياسه صح، شغل الحزبي الصح، ان المعارضه مش تعترض وخلاص، المعارضه تقدم نفسها كبديل او تقدم بدائل وحلول للمشاكل الموجوده. فابتدينا قلنا ان احنا هنعمل سلسله من مؤتمرات سياسات بديله كل شهرين، وابتدينا بمؤتمر عن ملف الطاقه، لان في الوقت ده تحديدا كان في مشاكل كتيره قوي في الطاقه وقطع الكهرباء. فابتدينا بالملف ده، عملنا مؤتمر ناجح جدا، مش بس بمشاركه اعضاء حزب الدستور، احنا كان عملناه بالتعاون مع جامعه النيل، جامعه عين شمس، متخصصين مراكز بحوث، كل مكان حد كنا يعني عملنا دعوه لكل اللي عايز يشارك وليه رؤى وحلول مبتكره في الملف ده اشترك معانا. وكان النتاج ان احنا قدمنا ورقه توصيات
توصيات للحكومه شاركناها مع مجلس الوزراء وقتها ومع رئاسه الجمهوريه بالحلول دي، وكان في تعاون وتجاوب جيد جدا. يعني حتى تمت استضافه اعضاء من الحزب لمناقشه الطروح اللي قدمناها. انا شخصيا عملت مداخلات في الاعلام عن البنود اللي كانت معروضه في ورقه التوصيات دي، وجزء كبير منها هو اللي بيتطبق دلوقتي. الدوله بتطبقه دلوقتي بان الناس ممكن تعمل الواح شمسيه فوق البيوت والمصانع تبقى مصدر للطاقه ويتربط بالشبكه الدوله عن طريق العداد اللي اسمه عداد التبادلي، ان الناس بتبيع طاقه للحكومه وبتشتري طاقه من الحكومه. يعني ده كمثال. فاحنا كنا مكملين في هذا الاتجاه. الوضع اتغير، ما بقاش فيه يعني اتاحه كبيره للممارسه السياسيه للاحزاب، فللاسف ده ما كملش. فهو ده اللي انا بالظبط بقول لك عليه، انه لو الاحزاب بتشتغل دورها صح والناس بتشارك وبتمكن ناس تقدر تمثلها حقيقي في البرلمان، ده هيبقى فيه حراك، هيبقى البرلمان فيه حراك، ناس بتقدم حلول. يعني كلنا عايزين نساعد بعض. يعني احنا بالعكس، احنا بدل ما نبقى في مواجهة الدولة، احنا عايزين كلنا نبقى في ظهر الدولة لو في شراكة حقيقية للأحزاب السياسية وللمجتمع المدني وللمواطنين كمان. المعارضة بتعارض وما بتقدمش حلول. احنا قلنا لا، احنا قلنا مش ده الحقيقة. انت بتقولي ان المعارضة لا بتقدم سياسات بديلة. تمام. في حالة نجاح المرشحة حتى الآن وفاء صبري لمجلس النواب، عندها أجندة اقتصادية، لكن في أجندات أخرى مش ملف أو محل تخصص وفاء صبري. هتعملي إيه في ملفات مش في محل تخصصك في حالة توفيقك ونجاحك في الدخول لمجلس النواب؟ تمام. انا البرنامج الانتخابي اللي انا طرحته مع يعني سكان او اهل الدايره هو فيه 7 محاور، منهم طبعا الاقتصاد. اول محور بالنسبه لي واهم محور هو التعليم. يعني حتى انا بدرس في الجامعه كاستاذ زائر، واخدت شهادات للتعليم والتدريب للكبار. فأنا مهتمة جدا بالتعليم، مهتمة جدا بالتدريب والتطوير، وأنا شايفة أن التعليم ده أهم محور وأهم قضية في مصر. يعني التعليم استثمار، ما ينفعش ينتظر أكتر من كده في مصر. إحنا مش هنخترع العجلة. كل الدول اللي اتقدمت بسبب تعليم جيد. إزاي؟ طول ما إحنا ما عندناش تعليم جيد مش هينفع نطور الإنسان المصري، ومش هينفع إن إحنا نتقدم. هنعمل إيه علشان نقدم تعليم جيد؟ حضرتك قلت ان يعني لو الواحد مش متخصص في كل اكيد ما فيش حد متخصص وخبير في كل المجالات، بس المطلوب من النائب اللي هيبقى نائب عن الشعب يبقى عنده اطلاع وعنده رؤيه في كل الملفات. هيكون معاكي فريق عمل من المتخصصين يعني في اكتر من مجال. ما هي الفكره زي ما قلت لحضرتك، احنا ما جينا مثلا نقول سياسات بديله في ملف الطاقه، احنا جبنا كل المتخصصين وعملنا عصف ذهني وعملنا مناقشه بحيث نطلع بانسب الحلول. ده هيحصل لو في حاله وجودك في مجلس النواب؟ اكيد طبعا. اكيد طبعا. وانا المحاور السبعه اللي انا بطرح، انا في المحاور السبعه بطرح حلول لكل مقترحة بنود محددة في كل ملف منهم من وجهة نظري وبناء على قراءاتي ودراستي ومع يعني ان انا اتكلمت مع ناس كتير قوي متخصصين في كل مجال. دي الرؤية بتاعتي. بس طبعا يعني ما فيش حد هيجي يقول هو ده الحل وبس. الحلول لازم تبقى حلول شامله بمعنى ايه؟ اصل احنا بنسمع كليشيهات وكلام كتير يعني بيتقال والناس مش مركزه في ابعادها قوي. لما بنتكلم على كلمه حلول شامله دي يعني ايه؟ يعني مثلا زي منظومه التعليم اللي احنا بنتكلم فيها، لما نيجي نحل في التعليم ما ينفعش ان الحل يجي من فوق ونقول احنا هنطور المناهج خلاص. لا، ده في حلول شامله معناها ان الحل ده المدرس، تطوير المدرس يبقى عنده مرتب محترم لائق بدوره اللي بيقوم بيه، تطوير مناهج تبقى متوائمه مع البيئه المصريه ومتطلبات سوق العمل المصري، البنيه التحتيه بتاعه التعليم والمدارس، المدرسه لازم تبقى جزء من المجتمع زي ما كانت زمان. يعني المدرسه مش الطالب يروح مدرسه ويرجع، المدرسه دي يعني بؤره ضوء ونشاط وتعليم وتربيه ونشاط موسيقي ونشاط فني وكل حاجه. فالمدرسه تبقى جزء من المجتمع وتبقى الاهالي مرتبطه مع المدرسه هي والطلاب ومع المدرسين. مشكله الدروس الخصوصيه ما ينفعش تتحل حل جذري، دي لازم حل تدريجي لما نعمل التطور ويبقى المدرس متمكن ومتطور، مناهج متطوره والبنيه التحتيه مظبوطه. الطالب مش هيحتاج انه يروح درس خصوصي. بالظبط. لانه في مشاكل للاسف، في مشاكل في مصر هي اتثابت لسنوات عديده ما اتحلتش لغايه ما كبرت قوي، بحيث انها بقى الحل نفسه بتاع المشكله اصبح هو نفسه بيدي لك عده مشاكل. يعني انت لو جيت بكره قلت انا هجرم الدروس الخصوصيه،
طيب مدرسين اللي خلاص لسنوات طويله معتمدين دروس خصوصيه، دي جزء من دخلهم، هيعيشوا ازاي؟ صح. في غياب عدد كافي مدرسين في الفصول والمدارس والفصول مليانه طلبه فوق طاقتها، الطلبه هتفهم ازاي؟ فما ينفعش يعني لازم حلول تبقى شامله، ولازم كل اطراف المشكله يبقوا موجودين، اللي هم اصحاب الشأن او ذوي الشأن اللي بنسميهم ذوي الشأن. في الحاله دي هو المدرس، هو الطالب، هي الاسره، هي الدوله، هي يعني اللي بنسميهم اللي هم دول اصحاب المصلحه، بنسميهم اصحاب المصلحه. فلازم كل اصحاب المصلحه يبقوا جزء من المناقشه وجزء من تطوير الحلول، ويبقى عندك حاجه اللي بيسموها في البيزنس باي ان، انا مشتري الحل ده، انا مقتنع بيه، فانا هبقى في ظهرك وهساعدك. لكن احنا بنلاقي ايه؟ كل ما مع يعني تعاقب وزراء التعليم، كل وزير يجي يفاجئ الاهالي وفكر جديد، منهج جديد، لغيت سنه رابعه، حطيت سنه سته، لغيت ثانويه عامه، حطيت مش عارفه GCSE. يعني ما ينفعش يا جماعه، لازم الناس كلها تبقى متشاركه وقابله الحل وراضيه بيه ومتحمسه ليه عشان العمليه تنجح. ودي نفس المشكله اللي عندنا برضو في كل حاجه بيجي يعني التطوير والاصلاح، انا معاه قلبا وقالبا، بس طريقه التطوير وتنفيذه هي اللي مهمه. استاذه وفاء، يعني برنامجك الانتخابي مركز على جزئيه مهمه جدا، الذكاء الاصطناعي ودوره واهميته، وايه اللي نقدر ننفذ في الملف ده في الفتره الجايه. عايزين نعرف من حضرتك ليه مهتمه جدا بالذكاء الاصطناعي، وايه اللي بتقدري تقدميه او اللي عايزه تقدميه لو في حاله وفقت في مجلس النواب بالنسبه للذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي مش مجرد تطور جديد في التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي ثورة، يعني زي الثورة الصناعية اللي حصلت وعلى أساسها دول تقدمت ودول فضلت دول نامية. الذكاء الاصطناعي يعتبر ثورة جديدة، لأن هو الذكاء الاصطناعي مش مجرد شات GPT، أو إن احنا زي ما كلنا قعدنا عملنا صورنا ذكاء اصطناعي وقت افتتاح المتحف الكبير، او ان احنا نقعد ناخد معلومات للبحث. الذكاء الاصطناعي فيه تطبيقات كتيره جدا جدا ومتشعبه هتعمل طفره في الانتاجيه وفي التقدم. يعني الذكاء الاصطناعي فيه تطبيقات في مجال الصحه، في مجال الكشف، اجهزه الكشف، مجال التشخيص، وممكن بعد كده يبقى في العلاج كمان. عنده تطبيقات في الصناعه، في مجالات كتيره جدا، فهيعمل طفره برضو في السرعه وفي الانتاجيه وفي الجوده. الذكاء الصناعي برضو ليه تطبيقات في التعليم. يعني دلوقتي لما بندرس الطلبة، أنا ما ينفعش إن أنا أقف وأقعد أقول محاضرة كلام، هم ممكن يدخلوا على الذكاء الاصطناعي ويجيبوا كل المعلومات دي من نفسهم وبشرح مفصل كمان. حتى لما الواحد بيديلهم امتحانات أو واجبات تتعمل في البيت، لو دخلوا على الذكاء الاصطناعي هيعملوها ومش هتبقى صعبة يعني. فعشان كده حتى طريقة التدريس ومناهج التعليم لازم تتطور وتاخد موضوع الذكاء الاصطناعي في الاعتبار. لازم يبقى التعليم بطريقة تطبيقية وعملية أكتر، مش بس تلقين يعني. فزي ما عشان كده الذكاء الاصطناعي احنا مهم جدا جدا الدولة من دلوقتي تبتدي تدرب كوادر على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلى تطويره. ما نبقاش بس احنا برضو يعني مستهلكين ليه، لازم يبقى لينا دور فيه، ونقدر ازاي نستعمله وازاي نستعمل تطبيقاته لاستفادة بطفرة في الانتاج، وطفرة في التطوير، في التعليم، في التجارة، في الصناعة، في البحث العلمي. يعني هو فعلا حقيقي ثورة، ولازم نعرف أبعادها كويس قوي، ولازم نستغلها عشان نقدر نعمل ميزة تنافسية، نعمل طفرة كده في التقدم اللي احنا بنسعى إليه. اتكلمنا على محور التعليم، نخش على محور مهم جدا، محور الصحة. تمام. الناس بتعاني من ما بروح الطوارئ ما بلاقيش سرير في المستشفى الحكومي. أحيانا بنواجه مشكلة إن أسعار الخدمة اللي بتتقدم الصحية اللي هي المفروض مجانية زادت عن زمان. تمام. إيه اللي بتطرح وفاء صبري في برنامجها الانتخابي بالنسبة لملف الصحة؟ ملف الصحة يعني أنا شايفة أنه مش محتاجة متخصص عشان يقول إن إحنا لازم يبقى عندنا زي ما حضرتك قلت خدمات طوارئ لائقة،
خدمات الطوارئ دي مهمه جدا. الطوارئ دي حياه بني ادم، لو ما تلحقش في الوقت المناسب بالرعايه المطلوبه الصحيحه دي بتكلفه حياته. فخدمات طوارئ في كل مكان على مستوى الجمهوريه دي اولويه قصوى. خدمات صحيه لائقه بالناس دي مهمه جدا، لان برضو هو مش سر انه حصل تطوير كبير في الفتره اللي فاتت في المستشفيات الحكوميه، مستشفيات جديده، مباني قديمه اتطورت، بس هو التطوير مش رخام في ارض المستشفى، مش ان انا المبنى نفسه كمبنى ان هو اللي يتطور. الخدمات الصحيه لازم تتطور. الاطباء احنا عندنا مشكله كبيره قوي في هجره الاطباء، يعني نسبه كبيره قوي من الاطباء المصريين بيهاجروا لانجلترا والمانيا باعداد كبيره جدا، لانه العائد المادي على الاطباء ضعيف جدا بالنسبه للمستويات العالميه، اقل من المستويات العالميه، بالتالي في المتوسط حوالي 10,000 جنيه، ده اقل بكتير من الحد الادنى في العالم يعني. فاحنا عندنا الاطباء لازم يبقى فيه يعني عائد مادي جيد، تأهيل، تدريب في الخارج وهنا عن طريق برامج مكثفة، خدمات طبية نظيفة. يعني احنا عندنا مشكلة في نظافة المستشفيات يا جماعة، يعني ألف ب الصحة يعني نظافة. انا المستشفى اللي رحت عملت فيه للاسف الكشف الطبي اللي مطلوب عشان ترشح للانتخابات كان مبنى جديد وارضيات جرانيت وكل حاجه جميله، بس مستوى النظافه سيء جدا، والمستشفى مليانه ناس ومزدحمه، اللي هو يعني مش مفروض الخدمات الصحيه تبقى ناس قاعده ملزقه في بعض عشان العدوى. يعني في اساسيات في ملف الصحه مش محتاجه خبير يقولها، انا بقول ان ده اللي المفروض يحصل. تمام، في خبراء ممكن ندرس في لجان بقى تبقى الصحة في المجلس يدرسوه يشوفوا ايه احسن الحلول. وبرده تاني احنا ليه بنصر ان احنا نخترع العجلة؟ يعني احنا نشوف انجح نظام تأمين صحي موجود في دولة مثلا ما، ونجيب الموديل ده ونوائمه لاحتياجاتنا في مصر ونكيفه ونطبقه. مفيش عيب جدا ابدا ان احنا نجيب خبراء من بره ينفذوا يساعدونا في تنفيذ البرامج دي ويدربوا الناس. يعني في مجال كبير قوي للتطوير لسه في ميزانيه الصحه. هي ميزانيه الصحه المبالغ المتوجهه لملف الصحه يعني في السنتين 3 اللي فاتوا زاد، ودي حاجه ايجابيه جدا. في الموازنه زاد، لكن انت شايفه ان هو الزياده ديت مناسبه؟ مش كافي. مش كافي، وكمان توجيهه الصحيح هو المهم. زي ما قلت لحضرتك، ما الدوله ممكن تكون ما معهاش فلوس. ماشي، الدوله معهاش فلوس، بس احنا برضو يعني في توجيه لفلوس كتيره قوي بقت تحصل في مجالات غير منتجه. اي نعم الصحه احنا ممكن تتصنف انها مجال مش منتج، بس هو لا، هو مجال منتج لان انت بتستثمر في صحه البني ادم. انت هتطور وهتنمي الاقتصاد وهتبني دوله ببني ادم مريض ازاي؟ فانت يعني بتستثمر في البني ادم. يعني انت هتطالبي ان يكون في زياده في ميزانيه الصحه في طبعا. وبعدين الشركات الكبيره العامله في مصر كل الشركات عندها ميزانيه اللي هي بتاعه المشاركه الاجتماعيه اللي بيسموها CSR. فناخد يعني يبقى في تكاتف من القطاع الخاص، من المجتمع المدني، من الدوله. بس انا لو بتكلم على اولويات يعني احنا تم صرف مليارات من الدولارات في البنيه التحتيه، في الطرق، الكلام ده حاجه جميله جدا، حاجه ايجابيه، بقى في سيوله في المرور كلنا حسينا مبسوطين بيها. بس انا شايفه الاولويه التعليم، الصحه، دول اهم 2 هيبنوا الانسان المصري اللي هو هيعمل النهضه اللي احنا عايزين نحققها. كمان مهم في ملف الصحه مش بس الخدمات الصحيه والطوارئ، ملف الصحه الوقائيه. يعني انا مش هستنى من الناس تعيا او يكونوا عايشين في بيئه بتخليهم يعيوا او يمرضوا وبعدين اقعد اعالجهم. الصحه الوقائيه مهمه جدا، وعشان كده انا دايما بقول الملفات كلها مرتبطه ببعض. انا ليه عندي ملف البيئه في البرنامج الانتخابي بتاعي؟ انه لازم المواطن يعيش في بيئه نظيفه. النظافه برضو دي بتاثر على الصحه، لازم ياكل اكل صحي، بيئه نظيفه ما فيهاش ملوثات في الميه، في الزراعه، عشان برضو تبقى وقايه من الامراض. فملف الصحه الوقائيه ده ملف مهم جدا برضو، ومحتاج ميزانيه ومحتاج صرف ومحتاج منظومه متكامله عشان نحافظ على صحه الناس، ما نستناش لما يمرضوا وبعدين نعالجهم. كل احزاب الحركه المدنيه، كل احزاب المعارضه بتتكلم على ترتيب فقه الأولويات. مصر عندها دين خارجي ودين داخلي. حضرتك مرشحة عن حزب الدستور اللي هو حزب من أحزاب المعارضة المصرية، وزي ما قلتي بتقدموا سياسات بديلة مش معارضة من أجل المعارضة. ملفك ملف الاقتصاد، يعني لما نيجي نقول وفاء صبري باعتبار CV بتاعك CV كله اقتصاد، دراستك اقتصادية، ريادة أعمال، يعني في فكر اقتصادي هتقدميه في حالة نجاحك في انتخابات مجلس النواب.
ايه الاجنده الاقتصاديه لوفاء صبري علشان تقدر تقدمها في مجلس النواب 2025؟ طيب انا يعني ملفي مش ملف اقتصاد بس تاني، لاني برجعك للنقطه اللي انا قلتها قبل كده، ان الحلول لازم تبقى حلول شامله. فانا معنيه بعده ملفات، بس منها اكيد طبعا الاقتصاد، لان الاقتصاد ده هو حياه الناس، حياتنا كلها. طبعا احنا يعني لازم يبقى فيه توجه، هو ابتدى يبقى فيه توجه اصلاحي شويه في السياسات النقديه، ان ابتدينا نشوف خفض تدريجي لسعر الفايده، لان طبعا سعر الفايده مرتفع جدا في مصر بقاله فتره. بدات من 2016 مع اول تعويم للجنيه، لما يعني قفز مره واحده ل 18 جنيه للدولار، وده طبعا نتج عنه تضخم. ومع سعر الفايده، عشان بس نبسطها للناس، هي الفايده اللي في البنوك الناس بتبقى سعيده جدا بيها كاستثمار مضمون، بتحط فلوسها في البنك كان بيجي لها عائد فوق ال 20%، وصل ساعات ل 25 و27%. لكن في الحقيقه ده مؤشر سلبي جدا على الاقتصاد، لان الفايده لما بتبقى مرتفعه، الفايده على الايداعات بتبقى مرتفعه، والفايده على الاقتراض بتبقى مرتفعه، فده بيؤدي الى ضعف الاستثمار. الشركات اللي بتستثمر وبتبقى منتجة في الاقتصاد بتشتغل بقروض من البنوك، مش بتشتغل بفلوسها فقط، مش برأس المال فقط. جزء مكون كبير من الاستثمار هو الاقتراض من البنوك. لما الفايدة بترتفع ده بيضعف الاستثمار، وحتى من الطبيعي انه واحد ليه يستثمر ويعمل شركات وياخد مخاطره عشان في الاخر يبقى الربح النهائي بتاعه مثلا 20%، وهو ممكن يحط فلوسه في البنك وياخد اكبر من النسبه دي. فاحنا متفقين ان الفايده المرتفعه دي فوق النسب العالميه الصحيه بنسبه كبيره، دي مش مفيده للاقتصاد، بتؤدي لاقتصاد غير منتج، وبتخلي بتضعف الاستثمار. تمام. فاحنا لازم يبقى في اتجاه زي اللي بدأ دلوقتي بخفض سعر الفايده التدريجي، ولازم يواكبوا سياسات ماليه، السياسات النقديه اللي هي كل ما يخص سعر الصرف والفايده، لكن السياسات الماليه اللي هي ليها علاقه بوزاره الماليه، ازاي ان احنا نخلي الانفاق على الاوجه او المشروعات الغير منتجه قليل جدا الفتره اللي جايه، يبقى منخفض، وكل التركيز في الانفاق على حاجات منتجه. حاجات منتجه بمعنى انها تعمل استثمار، تخلق فرص عمل، كل ده يترجم للدخل العام الاجمالي، الدخل العام في الدوله، يبقى كمان الميزان التجاري والميزان المالي بتاع الدوله ما يبقاش فيه عجز، يبقى صادراتنا اكتر من وارداتنا، يبقى الاوجه اللي بتجيب دخل للدوله اكتر من اوجه الانفاق، وهكذا. تمام. فاحنا لازم نمشي في الاتجاه ده، اقتصاد منتج مش اقتصاد استهلاكي. لازم يبقاش فيه سياسات اللي هي بنقول عليها سياسات مؤقته، لازم تبقى سياسات بتفكر في المدى البعيد، ان لازم يبقى اقتصاد منتج، اقتصاد بيرفع من مستوى دخل المواطن عن طريق خلق فرص للاستثمار للمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، بيخلق فرص عمل للناس. كل ده بيبقى اقتصاد ونمو صحي، اللي احنا بنسميه اقتصاد نمو مستدام، او دايما بنسمع كلمه تنميه مستدامه. مستدامه بمعنى ان انت بتعمل تنميه بتستمر، مش بتعمل استثمار في حاجه غير منتجه وما بتقعدش بالفايده على الناس وعلى الاقتصاد بتاع الدوله. في نقطه مهمه جدا، اداره الدين العام. الدين العام في الدوله وصل لمستويات عاليه جدا، احنا وصلنا ل 161 مليار دولار للدين الخارجي. والدين الداخلي برضو اللي ما حدش بينتبه ليه، دايما بنفكر ان احنا دولة بتقترض من صندوق النقد الدولي وبنشوف على مبالغ اقتراض الخارجي وصلت قد ايه، لكن الدين الداخلي بقى كمان وصل نسب عالية جدا، هو دلوقتي 11 تريليون جنيه مصري، حوالي 90% من اجمالي الدخل العام. فدي برضو نسبة كبيرة جدا، وكل ده بيعمل ضغط على موازنة الدولة، لان طبعا المدفوعات لخدمة الدين عالية جدا. كل ما العملة بتاعتنا بتضعف، مدفوعات خدمة الدين برضو بتبقى عالية جدا للدين ايه الحل طيب علشان ديون مصر تقل؟ الحل هو نفس الحل اللي انا قلته، ان لازم يكون عندنا اقتصاد منتج نصدر اكتر ما نستورد. بالظبط. وفي نفس الوقت كمان يعني ان احنا نحد جدا من الاستدانه في اضيق الحدود، ولو حصلت تبقى موجهه لمشروعات منتجه، مش حاجات استهلاكيه او حاجات بنيه تحتيه تجيب عائد. حاجات تجيب عائد. ننمي الصناعات اللي بتجيب عائد، وبالذات بالعمله الصعبه زي السياحه زي الصادرات، دي مهمه جدا. نحد من الانفاق في الاوجه الغير منتجه. كمان يبقى برضو في استقلاليه في البنك المركزي، مفيش طبعا يعني لازم يبقى في سياسة حقيقية لمواجهة التضخم،
ان احنا بنواجه التضخم. كنا قبل كده من 2018 من اول ما حصل تعويم بيضعف العمله بيؤدي لتضخم. تضخم بمعنى ارتفاع الاسعار بالظبط، ارتفاع الاسعار والطلب اعلى من المعروض بالظبط. فاحنا كنا بنواجه التضخم بان احنا بنرفع سعر الفايده، فالناس بتحوش عشان تستفاد من الفايده العاليه، فده بيقلل السيوله الموجوده في السوق، بيقلل التضخم، بيحجم التضخم. بس ده مش الحل. المفروض يبقى فيه سياسات ذكيه لمواجهه التضخم، او بيسموها سياسه لمواجهه التضخم الحقيقيه دي بتبقى مجموعه من الادوات اللي بتستخدمها لمواجهه التضخم، مش عن طريق رفع سعر الفايده فقط، عن طريق تنميه حقيقيه، اقتصاد منتج، ادوات الدين وجدوله الدين عشان نخفف العبء بتاع تسديد خدمه الدين. منها برضو السياسات الماليه اللي هي خفض الانفاق والتركيز في الاوجه المنتجه. وبرضو ان احنا سعر الصرف لازم يبقى فيه اداره لسعر الصرف ذكيه، ان احنا يعني هو خلاص العمله تعومت، بس لازم يبقى في اداره لسعر الصرف عشان نحجم المضاربات والطفرات اللي بتحصل في سعر الصرف الجنيه للدولار. ده مهم جدا. في فكر اقتصادي طبعا حضرتك تشاركيني فيه متعلق بالضرائب. تمام. وهيكله منظومه الضرائب في مصر. تمام. في اطار ان نفرض ضرائب تصاعديه. دلوقتي في ضرائب على الثروه، لكن في رغبه او اراده بان يتم تغيير منظومه الضرائب في مصر. في فكر متعلق بالضرائب، فرض ضرائب على الربح السريع. تمام. على الاسهم في البورصه. منظومه الضرائب في مصر محتاجه تعديل ولا لا؟ طبعا هي محتاجه تعديل. انا طبعا مع الضرائب التصاعديه، لانه اولا هي بتعمل توازن اجتماعي، توازن اقتصادي. مش منطقي ومش عادل ان احنا يبقى عندنا نسبه ضريبه على الطبقه المتوسطه بالظبط، وعلى الطبقات كده، وده اللي موجود في كل الدول يعني متطبق، وبيعمل نوع من العداله الاجتماعيه ونوع من التوازن شويه بين الطبقات. وده بيرجعنا برضو ليه لازم الناس تشارك في انتخاب الناس في البرلمان. لان انت لما معظم البرلمان يبقى طبقه زي ما حضرتك قلت في الاول فوقها معلقه ذهب، او طبقه ميسوره الحال وقادره انها بالمال السياسي وبالملاءه الماليه اللي عندهم ان هم دعايه رهيبه وبيتمكنوا من الوصول لكراسي البرلمان بسهوله، لما اغلب البرلمان يمثلوا الشريحه دي اكيد مش من مصلحتهم ان هم يوافقوا على تشريعات ضرائب تصاعديه تضرهم. صح؟ فعشان كده مشاركة الناس وإن هم ينزلوا وينتخبوا ناس شبههم أو ناس حتى مختلفة عنهم، بس هم بيتوسموا فيهم الأمانة وإن هم هيبقوا يعني بيحاربوا لتشريعات تفيد الدولة كلها كمنظومة متكاملة بكل طبقاتها، بكل يعني خلفيات المجتمع، مش بس إنه تخدم الطبقة المستفيدة من إن الضرائب تفضل مش تصاعدية. وفاء صبري في حالة إن هي وفقت ونجحت ودخلت مجلس النواب، تمام، هتكون لسان الناس ولا هتكون مع السلطة التنفيذية؟ يعني بالتأكيد أنا هكون لسان الناس. أكيد أنا عايزة أكون في مجلس الشعب عشان أكون لسان الناس، بس في نفس الوقت أنا مش ضد السلطة التنفيذية. أنا هبقى ضدها لما يبقى في سياسات. يعني مش هنكون موافقون في الآخر؟ أكيد لا طبعا، استحالة هكون موافقون على الغلط. لو في حاجة حقيقية بتخدم الناس وبتخدم الدولة وبتخدم التنمية المستدامة ونمو الاقتصاد وعدالة اجتماعية، أكيد أنا هكون موافقة عليها. لكن أنا عايزة أبقى مع الناس وعايزة أبقى مع الدولة بأن أنا أساعدها أنها تعمل الحاجات اللي تخلي الناس في ظهرها مش في مواجهتها. يعني احنا الناس استحملت كتير قوي قوي الفترة اللي فاتت، الناس صبرت والناس استحملت، وكل مرة بيطلب منها انها تستحمل اكتر، بس يعني بتهيالي انه خلاص جه الوقت ان الناس لازم تبتدي تستفاد وتشوف تنمية تعود عليها بفرص للترقي اقتصاديا واجتماعيا. احنا الطبقة المتوسطة خلاص بتتلاشى او تلاشت، وبقى عندنا فرق طبقي كبير جدا، يعني طبقة غنية وطبقة معدمة. فما ينفعش، مفيش مجتمع ولا اقتصاد بيتبني غير بطبقة وسطة قوية منتجة. خلاص، فما ينفعش. يعني انا عشان كده بقول انا عايزة ابقى في البرلمان عشان امثل الناس، اكون صوت امين على الناس. اكيد مش هخون الناس، اكيد مش هختفي بعد ما اكون في البرلمان. وانا داني بعيد انه احنا مش معارضه لمجرد المعارضه. انا نفسي انه التطوير اللي بيحصل والتوجه للتطوير والاصلاح اللي بيحصل يكون الناس جزء مكون اساسي منه،
عشان الناس تبقى في ظهر الدوله، ما تبقاش في مواجهه الدوله. دي هتبقى معادله الجميع فيها كسبان، والجميع فيها راضي، ويبقى فيه استقرار في المجتمع. احنا عندنا تحديات دلوقتي، يعني شوف حضرتك الدول اللي حوالينا المشهد فيها عامل ازاي. فاحنا الحمد لله مصر يعني امنه وناس امنين لدرجه كبيره بالمقارنه لكل الناس اللي حوالينا. فده اكتر وقت احنا محتاجين الدوله تعي الى اهميه ان الناس تبقى في ظهر الدوله، ما يبقاش في مواجهات، الناس كلها تبقى راضيه، بحيث راضيه بمعنى انها تبقى في مشاركه، هم فاهمين الدوله انها تعمل ايه. ما حدش يصحى الصبح يلاقي بيتهم او مثلا المقابر بتاعت اسرته متعلم عليها وهتزال. ما ينفعش يا جماعه الطريقه دي. لازم الناس تبقى عارفه اللي بيحصل، ولازم الناس تبقى مقتنعه باللي بيحصل. ولو في قرار بتتاخد ما فيش توافق مجتمعي عليها، الناس غالبيه الناس مش قابلاها، لازم ترجع تاني في البرلمان وتتناقش تاني، ونواب البرلمان يبقوا امنا ان هم ينقلوا صوت الناس ومطالب الناس فيها، ونوصل لحل او معادله متوازنه ترضي الناس كلها. احنا قدام الناس وبنتكلم بصراحه، وبقالك ساعه بتقولي لي الايجار القديم والناس هتعمل ايه، والناس موقفها ايه في ملف الايجار القديم. بعد 7 سنين ايه اللي هيحصل للناس في المجلس الجاي؟ لا ده انا عندي وجهة نظر ان احنا ممكن نحط تعديلات في الايجار القديم. تمام. الناس كويسه وهتمشي بعد 7 سنين وتاخد شقه بديله. انت ايه وجهة نظرك في ملف الايجار القديم في مصر؟ طيب، هو ملف الإيجار القديم تاني زي ما قلنا قبل كده مشكلة اتثابت يعني مدار عقود وحكومات متعاقبة، ووضع غير عادل. يعني عشان نبقى برضو موضوعيين، هو وضع غير عادل للمالك، وضع غير منصف للمستاجر برضه. هو غير منصف، الحل هو الغير منصف للمستاجر على حسب وجهة نظرك. ايوه، يعني هو الوضع ما كانش طبيعي، لان المالك كان بياخد من ايراد العمارة كلها مبلغ ما بيكفيش صيانة ده في ناس العمارة. كانت بتاخد 300 جنيه، ما بيكفيش اصلا انه يدفع الميه والكهرباء بتاعه العماره، ما بيكفيش انه يدفع صيانه العماره. وكانت النتيجه ايه؟ ما هو اي وضع مش عادل ومش طبيعي بينتج عنه تداعيات ومشاكل اكبر. المشاكل كانت ان معظم العمارات الثروه العقاريه بتاعت مصر كلها مهمله، ما فيهاش صيانه. في حالات بتبقى غير امنه للسكان كمان، بس المالك ما نقدرش نلومه، هو هيعمل صيانه وهيعمل تصليح ازاي وهو يعني بقى هو فقير بالمقارنه لسكان كتير ممكن يبقوا قادرين ويملكوا شقه واثنين وثلاثه او ساكنين بره ومحتفظين بالشقق القديمه. في حالات زي كده، وفي حالات كتير لا، الناس ساكنين في الايجار ده ما يملكوش غيرها، ولو اتطردوا منها مش هيبقى عندهم مكان تاني يروحوا فيه. فعشان كده المشكله دي انها اتثبت لفتره طويله بقى وضع مش طبيعي. تاني زي ما بقول، لما بتسيب مشاكل تتفاقم بالمنظر ده، حلها نفسه بيفجر لك عده مشاكل. تمام. فهو الحل، القانون تم اقراره في المجلس بالرغم من تحفظات كتيرة كانت عليه، ودخل حيز التنفيذ، ورئيس الوزراء أصدر قرار بتشكيل لجان بتعمل على حصر الشقق الخاضعة للإيجار القديم على مستوى الجمهورية 3 شهور أظن، وهتتمد 6 شهور إذا احتاجت ذلك. أنا بتصور إنه الوقت مش كافي للحصر عادل وموضوعي. الحاجة التانية كمان انه الناس المفروض هتروح للقضاء في حالة وجود خلاف، فانا لو ناس غير قادرة وقاعدة في شقق ايجار قديم انا هحملها كمان مصاريف تقاضي عشان تحل مشكلتها. يعني المفروض البديل ان يبقى اللجان دي مؤهلة انها تحل المشاكل بين المالك والمستأجر بدون اللجوء للقضاء. لازم نراعي البعد الاجتماعي والإنساني في موضوع الإخلاء اللي بعد 7 سنين. يعني في أمثلة بالذات تحديدا في دايرة مصر الجديدة، في مثلا مصر الجديدة في إيجار قديم كتير قوي، كتير جدا. يعني هو مفيش أرقام دقيقة لعدد الوحدات، بس أظن أنها حوالي 130,000 تقريبا. يعني أنا ده الأرقام اللي حرفت أوصل لها، بس هو رقم مش دقيق يعني ممكن نتوثق منه. بس في حالات بيبقى مثلا سيدة مسنة عايشة في شقة في مصر الجديدة في شارع العروبة، هي معتادة البواب الأجزخانة بتتعامل معاها، الصيدلية، البقال، الناس الدايرة اللي بتخدمها والخدمات اللي حواليها، الدكتور اللي جنبها. السيدة دي مثلا حاجي أنقلها في سكن بديل في 6 أكتوبر، هتقعد لوحدها في بيئة هي غريبة عليها، مش هتقدر تعيش فيها، بعيدة عن أسرتها مثلا. يعني ما هو السكن البديل ممكن مبقاش مناسب للناس سواء طبقيا أو اجتماعيا أو حتى أمنيا. فلازم مراعاة الجانب الإنساني والبعد الاجتماعي ده في إن السكن البديل ده يراعي الظروف الخاصة دي. يعني انت مع المالك ولا مع المستأجر؟ انا مع الاثنين. انا مع حل عادل زي ما قلت لحضرتك في الاول لما ابتدينا نتناقش، انا مع الحلول الشامله
المستدامه، شامله بمعنى ان انت لازم تراعي مصالح جميع الاطراف اللي في المشكله. ما ينفعش احل على حد لطرف على حساب طرف، ما ينفعش ما راعيش البعد الاجتماعي، لانه المستاجر اللي قاعد في شقه بايجار زهيد هو مش مشكلته، انا مش لازم ادفعه ثمن ان في حكومات متعاقبه تجاهلت الملف ده وسابته لغايه ما يتفاقم بالمنظر ده. هو مش مشكلته، يعني انا الحكومه لازم يبقى عليها دور انها تراعي البعد ده، لان هو مش ذنبه، هو بالنسبه له كان حق واستفاد بالحق اللي كان متاح ليه وفقا للقانون، ما خالفش القانون. في نفس الوقت الوضع كان غير عادل لاصحاب العقارات طبعا والشقق. فلازم عشان كده بنقول الحل لما بنتكلم في حل شامل ليه. لما القانون ده راح لمجلس الشعب، هل النواب اللي اقروه تواصلوا فعلا مع الناس اللي بيمثلوهم وكان معبرين؟ الموافقه دي كانت معبره عن رغبه الناس؟ ما اظنش، بدليل انه كان يعني في اعتراض كبير جدا من طرف المستاجرين على القانون والطريقه اللي هيتنفذ بيها. انا ملاحظ ان اغلب كلامك مركز على البعد الاجتماعي للناس. الدايره بتاعت مصر الجديده، النزهه، مدينه نصر، نقدر نقول دايره كوكتيل. لا هي اغلبهم او النسبه الاعلى فيهم متعلمين وعلى قدر كويس جدا من الثقافه، لان مصر الجديده حي راقي، النزهه كذلك، بس برضو في فئات عندها احتياجات كتير جدا في مصر الجديده، متعلقه بالخدمات، متعلقه الخدمات الحياتيه اليوميه، ومتعلقه بالخدمات المتعلقه بالمواصلات، باسعار الخدمات اللي بتتقدم، احتياجات الناس قريبه منهم ولا لا. في اماكن نقدر نقول مش عشوائيه بس محتاجه تطوير. لا هي في عشوائيه، زي عزبة الهجان. ده واقع في الدايره اللي حضرتك مترشحه عليها. هتقدمي ايه لدايره مصر الجديده، النزهه، مدينه نصر؟ هي الدايرة فيها مشاكل اللي معظم السكان بتعاني منها، وفي مشاكل خاصة بالمناطق اللي ذات طبيعة خاصة زي ما حضرتك قلت عليها، عزبة الهجانة، التبة، 4.5، الهاكستاب، زهراء مدينة نصر. ففي مشاكل بأنواع مختلفة. بس في العموم مشاكل الدايرة طبعا في مدينة نصر ومصر الجديدة عندنا والنزهة عندنا مشكلة ان ما بقاش في أرصفة، الناس مش عارفة تمشي في الشارع، الناس مش عارفه تعدي الشارع، ما بقاش في اماكن امنه للناس انها تعدي الشارع، لان نتيجه انه تاني حصل تطوير برضو طرق سريعه وكباري، حاجه ايجابيه انها سهلت المرور، عملت سيوله مروريه، بس ما خدتش بعد الناس في المشكله في المنظومه دي او في التطوير. فكانت النتيجه ان الناس مش عارفه تعدي الشارع، ما فيش طرق امنه لتعديه الشارع، الارصفه كلها اشغالات هاوي ومحلات، الناس مش عارفه تمشي في الرصيف، مع ان الدايره دي او الاحياء دي كانت متميزه بان الناس تعرف تمشي على رجليها، تأدي طلباتها سيرا على الاقدام او ماشيين يعني. ففي حتت كتيره قوي اللي حصل فيها الطرق السريعه والتطوير ده ما بقاش الناس قادره تقوم بالموضوع ده. عندنا مشكله في الكلاب الضاله، انتشرت بطريقه كبيره جدا وفي ناس بتخاف منهم، فدي برضو محتاجه حل انساني شويه عن طريق التعقيم والتطعيم وتوعيه الناس برضو في الموضوع ده. مساحات الخضراء، المساحات الخضراء كلنا يعني في شكاوي اعتقد متعلقه بان في مساحات خضراء قلت في مصر الجديده. مش قلت، هو حصل يعني توغل التطوير، توغل على المساحات الخضراء. كان من جمال مصر الجديده ان هي بتتميز بالمساحات الخضراء في وسط المساكن السكنيه، فزي ما قلت لحضرتك الجناين اتمحت بسبب الطرق في بعض الاحيان، وحالات تانية جناين اللي بقى عليها كافيهات وبيتجمع عليها الشباب بالليل، والاهالي بتتضايق من الازعاج وبيبقوش برضو امنين انه الوضع هم مش متعودين عليه. فطبعا يعني في حاجات ممكن احنا على مستوى الدايره بمساعده المجتمع المدني والشركات اللي موجوده ان احنا نحاول نعمل اعاده تشجير ونعوض اللي فقدناه، والنادي جوه البرلمان انه تاني يا جماعه ارجوكم اي تطوير لازم الناس تبقى جزء منه، لازم نحافظ على الهويه البصريه والمعماريه والتراث والشخصيه بتاعه الحي اللي الناس متعوده عليه، وكمان ان التطوير يلبي احتياجات السكان. انا مش هديهم كوبري وبعدين اخليهم يموتوا في حوادث طرق، مش هطور اخلي يعني الحي كان طابع بالتحديد مصر الجديده كان حي سكني هادئ اتحول لصفه تجاريه، بقت تصريحات كتيره قوي لوحدات سكنيه بتتحول تجاري.
فبقى زحمه، بقى دوشه، بقى غير امن للسكان على عكس اللي هم كانوا متعودين عليه. دي مشاكل. وطبعا ما فيش اماكن للعربيات انها تركن، العربيات بتبقى راكنه صف تاني وثالث ورابع وقافله الطريق، فاحنا كبرنا الطرق، ما فيش اماكن انها العربيات تركن، فبقى عندنا تكدس برضو في المرور بسبب ان ما فيش اماكن لركن العربيات. فمع التطوير كان لازم يبقى في اماكن لركن العربيات، سواء جراجات بقى متعدده الطوابق، الادوار الارضيه في العمارات تبقى اماكن للعربيات، يبقى في خدمه، ممكن افكار متطوره، نعمل خدمه اللي بيسموها خدمه الفاليه، او اللي هو الشخص اللي واقف يركن العربيه قصاد مقابل. يعني لازم نفكر في حلول لموضوع ركن العربيات ده، انه حقيقي مشكله كبيره جدا جدا يعني. ومفيش الثقافه انه الواحد، يعني الناس بقت كل واحد بيفكر في نفسه بس، انا اركن العربيه مش مهم اسد على حد، مش مهم اسد الشارع. يعني هي حاجه محتاجه توعيه، محتاجه حل، محتاجه تنظيم لان انت ما بتقدمش لحد حل. لو واحد داخل مثلا عياده ولا مستشفى عنده معاه، ما هيضطر يركن عربيته في اي حته عشان يؤدي اللي هو الحاجه اللي هو رايح لها. فده لازم تدي للناس حلول وبعدين تعمل توعيه. لما يبقى في حل والناس ما تلتزمش، ساعتها يبقى في عقاب. لكن انا ما ينفعش ان انا ما فيش حلول، فالناس كلها بتحاول بقى كل واحد بيخدم نفسه بطريقته بدون مراعاه بقى للمصلحه العامه يعني. استاذ وفاء، في امور تانية هنتكلم عنها متعلقه بالناس. في مشاكل تانية زي مشاكل طبعا إدارة ملف المخلفات، القمامة. في مخلفات كتيرة موجودة وسط مناطق سكنية في مصر الجديدة ونزهة ومدينة نصر، فلازم يبقى في منظومة متكاملة لإدارة ملف المخلفات ده بجداول زمنيه معروفه باماكن محدده. المخلفات اللي موجوده في وسط المناطق السكنيه دي خطيره جدا وغير صحيه بالمره، لازم يكون ليها حل. عندنا مشكله الباعة الجائلين برضو بقت منتشره جدا في الدايره في 3 مناطق. احنا برضو مش عايزين نقطع عيش حد، بس ممكن سواء عن طريق المحافظه، عن طريق الحي، عن طريق التكاتف برضو المجتمع المدني، او انا لو موجوده في مجلس النواب ليها صفه رسميه ممكن اتواصل مع الجهات ونعمل اسواق في اماكن محدده بموافقه السكان للباعة الجائلين دول، يبقى ليهم مكان ثابت. يعني زي ما قلت يبقى دايما في حلول توافقيه. يعني برضو انا هرضي السكان، نحل مشكله للسكان، بس في نفس الوقت الباعة الجائلين يبقوا موجودين بس بطريقه منظمه وطريقه نظيفه يعني. وطبعا حاجه دي مش مشكله الدايره بس بقى، دي مشكله مصر كلها، ان مفيش ثقافه الصيانه. يعني احنا بنبني الحاجه وبننساها، فالقديم عندنا متهالك والجديد مش بيدوم او مش بتبقى فيه استدامه لجودته بسبب ان مفيش صيانه، مفيش نظام للصيانه، مفيش ثقافه للصيانه. هي طبعا موضوع الصيانه ده لازم يبقى ملزم قانونا، يعني محدش يبني مبنى غير ما يبقى فيه برنامج دوري للصيانه ملزم قانونا، خاضع للمحاسبه لو ما تنفذش لكل المرافق وكل الحاجات اللي بيتم تنفيذها سواء في مستوى القطاع العام او الخاص. فاحنا برضو محتاجين منظومه صيانه للمرافق والمباني في الاحياء، دي ضروريه جدا. وفي نفس الوقت يبقى عندنا برضو وعي وننشر عن طريق بقى الاعلام، ده دور المجتمع ودور الاعلام والدوله، تنشر ثقافه الصيانه، دي مهمه جدا. ده بالنسبه للمشاكل الدايره عموما في معظم الاحياء. فبرضو تاني اما نحل لازم نحل حل مستدام يرضي جميع الاطراف، الناس تبقى جزء مكون اساسي من الحل. لازم نتكلم مع الناس ونشوف هم عايزين ايه واحتياجاتهم ايه. يعني انا قريب كنت في الهاكستاب، والهاكستاب ده داخل في التطوير. اللي حصل انه المحافظه والحكومه عرضت بيع لبعض الافراد وتمت ازاله بعض المباني، بس بقيه الناس متمسكين بالمكان، مرتبطين بيه عاطفيا، لان هو المكان ده اساسا كان بعد حرب 67. دول كانوا ناس اساسا مقاتلين في الجيش المصري، ونتيجه للحرب تم تهجيرهم للهاكستاب. حتى هم بيسموهم العرايشيه، لان هم تهجروا من العريش للمنطقه دي وسكنوا فيها. فضل وضعهم كده لغايه اوائل التسعينات، اتصنفوا بدل منطقه عشوائيه لمنطقه ان هي يعني قبل انها يعملوا تصالح، يعني يقننوا اوضاعهم. فالناس هناك دفعوا فلوس عشان يشتروا الشقق بتاعتهم اللي كانت متخصصه لهم قبل كده، وبعدين رجعوا بعد شويه فلوس عشان يقننوا الارض غير المباني. هم من نفسهم من جيبهم الخاص تحملوا برضو فوق طاقتهم ان هم اللي بقوا يصرفوا على دخول الخدمات والمرافق وعلى تنظيم الشوارع والمنطقه. فالناس دي استثمرت في المنطقه ومرتبطه بيها نفسيا وعاطفيا، يعني ليها تاريخ، ليها ابعاد انسانيه واجتماعيه. فبرضو ما ينفعش ان يجي في التطوير نقول للناس دي انا هشيلكم من هنا هحطكم في حته تانية هعوضكم، يعني فاهم قصدي ازاي؟ فلازم برضو يبقى في نقاش
هم قاعدين في حاله ذعر مش عارفين ايه اللي هيحصل لهم. في جزء كمان من الهاك ستيب اللي هي البيوت او مباني عمارات صغيره بس هي عامله مجتمع كده ذات طابع خاص. دول كانوا العاملين في مصنع 81 حربي لشركه هليوبلس للصناعات الكيماويه، دول اللي متسكنين هناك بس معهمش عقود ايجار، يعني دول كانوا موظفين اللي بيشتغلوا في المصنع واهاليهم، والشقق دي توارثت من جيل لجيل بس ما عندهمش عقود ايجار، هم مش عارفين صفاتهم ايه. فبرضه هم دول قاعدين محتارين وخايفين ومش عارفين هيتم ازالتهم ولا هيتم تطوير المنطقه بتاعتهم. المنطقه فيها كذا مدرسه، فيها جامع، فيها قاعه احتفالات. مؤخرا ابتدت تتفضى شويه مدارس ومعاهد والطلبه يتجدسوا في مدارس اخرى، فبرضه واللي بيتقال لهم عشان احنا هنطور المباني دي بس مش شايفين تطوير. فمفيش وضوح، مفيش صراحه، مفيش مصارحه للاهالي. صارحوا الاهالي، خليهم جزء من الحل. لو التطوير يعني ضروري وفي فعلا منفعه عامه حقيقيه، نتكلم مع الناس نقنعهم بيها ونديهم تعويض عادل قصاد كل الاستثمار اللي هم استثمروه من عمرهم وحياتهم وفلوسهم في المنطقه. لو التطوير ممكن يبقى الناس جزء منه، يعني انا بطور وبعمل مشروع مثلا منفعه عامه بس الناس يبقوا جزء منه، يبقى دي المنطقه الخدميه للمشروع ده، ليه لا؟ ما هو اي مشروع محتاج منطقه خدميه ليه، صح؟ فخلي دايما يا ريت يعني امثل تطوير ممكن يحصل ان انت تخلي اهل المنطقه هم جزء منه، هم اللي هيعملوا الخدمات للمشروع، يستفادوا ويترقوا اجتماعيا واقتصاديا، ويبقوا هم اللي ساندينك وفي ظهرك واكتر ناس بتدافع عن المشروع، بدل ما يبقى على طول مواجهات. مؤخرا كان في كذا مواجهه من الاهالي للدوله لما كانوا بيحاولوا ان هم يدخلوا المنطقه. طب احنا في غنى عن كل ده يا جماعه. اتكلموا مع الناس، فهموهم وخليهم هم بيساعدونا في التطوير لمصلحه الجميع، لمصلحه جميع الاطراف. في البرنامج بتاع حضرتك طرحتي اكتر من محور غير التعليم والصحه كان متعلق بالهويه. الهويه ممكن نقول مصطلح او تعريف مطاط واسع ومشط واسعه. عايزين نعرف اكتر، وخاصه مصر الجديده لها طابع معماري خاص تماما، الهويه البصريه، الهويه الثقافيه. ايه اللي بتطرحيه في برنامجك الانتخابي متعلق بالهويه بالنسبه للمنطقه السكانيه اللي هنعيش فيها؟ طيب انا يعني شاكره ان انت مذاكر البرنامج بتاعي كويس وبتستعير الفاظ منه، ودي حاجه كويسه بما انك من سكان الدايره، فانا سعيده بذلك. هو أنا الحقيقه موضوع الهويه ده يعني من القضايا اللي شغلاني جدا، لان احنا في مصر دايما عندنا زي خناقه كده معضله، احنا قدماء المصريين ولا احنا شرق اوسطيين ولا احنا عرب ولا احنا افارقه ولا. فانا شايفه ان الخناقه دي ملهاش اي معنى. احنا الهويه المصريه خليط من كل ده، حتى احنا دايما لما بنتكلم عن الهويه المصريه على طول نفكر في قدماء المصريين، بس احنا عندنا حضاره طبعا اكتر من 7000 سنه، والحضاره دي بقت كمان غنيه اكتر بالاضافات اللي حصلت عليها. يعني احنا عندنا الحضاره المصريه القديمه، عندنا الحضاره القبطيه، عندنا والثقافه والارث القبطي، عندنا الحضاره الاسلاميه، عندنا الثقافه والتراث النوبي في سيوه. يعني عندنا نسيج رهيب وفريد وغني لازم نبقى فخورين بيه. احنا للاسف اللي حاصل دلوقتي حتى في الاجيال الحاليه والاجيال الجديده وجيل زد والاجيال اللي بعده، اللي حاصل ان احنا متاثرين قوي بالحضاره الغربيه، ودي مفهومه طبعا نظرا للتقدم اللي هم بقوا فيه، واحنا بقينا مستقبلين ومستهلكين مش منتجين. فاحنا متاثرين بثقافه غربيه، في عادات، في تقاليد كتيره جدا، وحتى في اللغه كله دلوقتي بقى بيتكلم نص كلام كلمتين انجليزي وكلمتين عربي. يعني دي حاجه سيئه جدا. انا لما بسافر بروح بلاد تانية مفيش حد بيقعد يدخل لغات تانية في لغه الام بتاعته. فعشان كده انا شايفه انه الهويه المصريه بكل مكوناتها الغنيه دي احنا بالعكس ممكن نستخدمها ان احنا نخلق بيها ميزه تنافسيه لمصر داخليا وخارجيا. انت لما بيبقى عندك مواطن او انسان فاهم تاريخه، فاهم ثقافته، فاهم إرثه الاجتماعي والثقافي والموروثات بتاعته، متمسك بيها، فخور بيها، دي بتخلي شخصية قوية، شخصية منتمية، عندها انتماء قوي جدا. وكل ده بيعمل يعني
وحده كده يعني في الوضع. انت شفت حضرتك مع افتتاح المتحف، الناس كلها كانت داخله على السوشيال ميديا وبتلبس بالاي اي، بالذكاء الاصطناعي، بتعمل شكلها ملابس فرعونيه، مش فرعونيه، مصريه قديمه. مصريه قديمه. عشان دي عليها جدليه كبيره قوي. يعني هو فعلا مصريه قديمه، مش انشنت، يعني بتقال كده. الفرعون ده المفروض لفظ يعني لقب، مش ايوه فاهم، او اسم. فقصدي الروح دي احنا ليه دايما نعملها بس على الثقافة الحضارة المصرية القديمة؟ ليه ما نحتفيش بكل مكونات حضارتنا وثقافتنا، ونحتفي بأمثالنا الشعبية، ونحتفي بعاداتنا في الأعياد المسيحية والقبطية ونحتفل بيها؟ ليه يبقى دايما كل بنحتفل بحاجات غربية؟ يعني هي حلو ان احنا نحتفل، بس لازم الجيل اللي طالع ده يبقى عنده انتماء ويبقى فخور بكل جوانب الهوية المصرية. فأنا في المحور ده أنا بشدد على انه ضروره ان ده يبقى مكون في مناهج التعليم. يعني انا بطور مناهج التعليم عشان تبقى فيها حاجات متطوره، ومنها الذكاء الاصطناعي لازم يدخل في تطوير المناهج. والتركيز على التاريخ والثقافه والهويه ده مهم جدا، مش بس كدراسه، كممارسه. يعني يبقى في حاجات، انشطه للطلبه من هم صغيرين يعرفوا بيها الثقافه والارث الفني والشعبي بتاع الهويه المصريه. دي حاجه مهمه جدا. يعني أنا بالنسبه لي مدارس الخاصه والانترناشونال اللي فيها الطلبه بيطلعوا منها ما بيعرفوش يتكلموا عربي كويس، دي كارثه. دي كارثه حصلت في مصر. انا بطلع نخبه مش عارفه تاريخها ولا ثقافتها ولا لغتها. فدي حاجه يعني لازم تتغير، ولازم يعني نديلها اهتمام خاص جدا. انت لازم تبني الانسان المصري يبقى واثق من نفسه وشخصيته، تبقى شخصيه متفرده كده قدام العالم. كمان مصر الجديده بالتحديد، قضيه الهويه والتراث في مصر الجديده ده مهمه جدا، لان مصر الجديده يعني احنا مش حاسين باهميه وعظمه المعمار والتراث بتاع مصر الجديده. مصر الجديده كان البارون امبان جه من بلجيكا، وكانت صحراء، وهو كان مخطط انها تبقى واحه كبيره فيها كذا منطقه. بس هو للاسف ما عرفش يكملها عشان الحرب العالميه الاولى، سافر ورجع بلجيكا. لكن اللي هو انجزه مصر الجديده احنا شايفينها دلوقتي، المعمار الفريد بتاعها هو اتصمم مخصوص لمصر الجديده. يعني الطراز المعماري بتاع مصر الجديده ده، البارون امبان البلجيكي لما جه مصر هو خلى ناس تعمل الطراز ده خصيصا لمصر الجديده. حتى هو الطراز المعماري ده اسمه هيليوبوليس اركيتكتشر، مش موجود في حته تانية، ما كانش موجود في حته تانية، مستوحي من خليط مصري مغربي فارسي اوروبي. على عكس وسط البلد لما الخديوي اسماعيل طورها كان كلها مبنيه على الطراز الاوروبي. فالطراز بتاع مصر الجديده ده طراز متفرد جدا، بالعكس اوروبا هي اللي قلدته. يعني في مبنى في بلجيكا اسمه فاونديشن اوف يونيفرسيتيز، يعني مبنى بتاع الجامعات او حاجه كده، هو منقول من الطراز بتاع هيليوبوليس. في مبنى تاني برضو في الهند في حيدرباد منقول من الطراز ده. فهو طراز فريد متسجل باسم هيليوبوليس. احنا لازم نحافظ عليه. يعني هو تم تطوير المنطقه بتاعه الكوربه دي بجهود ذاتيه من كام سنه، لكن حتى في عمارات وفيلات كتيره في مصر الجديده مستوحاه من نفس الطراز ده. فلازم نحافظ عليه، لازم نحييه، لازم نشرح الحكايه. يعني حته اللي هي الحكي ده، السرد ده بقى حاجه مهمه قوي في التسويق دلوقتي. انا ده اللي بدرسه، يعني ازاي تعمل حكي وسرديه تخلي الناس تعجب وتبيع اللي انت بتحاول تقوله. فاحنا بنتكلم على تاني الملفات كلها مرتبطه ببعض. يعني عشان كده بقول لك ده مرتبط بالهويه، بالبيئه، البيئه البصريه بتاعتنا، بالاقتصاد. احنا بنقول نطور الصادرات والسياحه. طور السياحه مش بس اللي جاي يشوف الاهرامات والحضاره المصريه القديمه والاسلاميه والقبطيه، لا، ده انت عندك مصر الجديده دي لوحدها ممكن تبقى وجهه السائح جاي يشوف قصه هيليوبوليس. لو انا بعت له الحكايه بتاعت هيليوبوليس وازاي اتبنت وازاي اتطورت. مصر الجديده يعني قبل الحرب العالميه الاولى كان فيها اكبر وافخم فندق في العالم اللي هو القصر الاتحاديه. دلوقتي كان فيها اول مدينه ملاهي، كان فيها اكبر نادي رياضي اللي هو كان نادي هيليوبوليس، واتاخد اجزاء منه لغايه ما بقى حجمه زي ما احنا شايفين دلوقتي. فهي في حكايه جميله قوي على مصر الجديده دي، احنا لازم نستغلها. نرجع تاني مهرجان الكوربه، نعمل منطقه الكوربه دي منطقه مشاه بس وتبقى مزار تاريخي، ونحيي كل المباني القديمه بتاعت مصر الجديده ونطورها. اكيد ما تبقاش معرضه للازاله. فكره تغيير ويمكن دي سمه غالبه في الوقت الحالي، تغيير الواجهات المباني بالظبط، ان هي ترجع تراثيه او طبعا ده لازم، ده اكيد. فيعني احنا ممكن نعمل حكايه وميزه تنافسيه لحي مصر الجديده لوحده، قصه كبيره جدا لازم تتعمل. فده يعني في افكار، في حاجات كتيره قوي. يعني يا ريت، يعني اتمنى ان انا اكون في موقع ان انا اقدر اقوم بدور فيها يعني.
انا عايز اقول لك ان كمان الفتره الاخيره لما افتتحنا المتحف المصري، وكان هو يعني بؤره الاحداث في او بؤره المشهد في العالم كله، وكل القنوات الاوروبيه والغربيه صورت المشهد ده. حتى الشباب اللي هم بقى جيل زد اللي احنا بنتكلم عنهم كانوا فخورين جدا وكانوا متابعين بالظبط. بالظبط، ففكره فعلا استعاده الماضي دي مهمه جدا في فرصة. الهويه بتاعتنا. طبعا طبعا. وبعدين هي مهم جدا انه جيل زد والاجيال الجديده دي، انا ملاحظه ان احنا لما كنا بنتخرج كان اقصى املنا ان احنا نشتغل في شركه اللي هم عابره القارات، الشركات العالميه. دلوقتي لا، الجيل الجديد ده انا بالطلبه اللي انا بدرس معاهم بدرس لهم، هم لا، هم مخهم في اتجاه تاني خالص. هم عايزين يبقوا هم رواد اعمال، هم عندهم العمل الخاص بيهم، مركزين على جوده الحياه. انا عايز اعيش مبسوط وسعيد الى جانب ان انا بشتغل. بيفكروا بطريقه تانية خالص غيرنا. حتى يعني اغلب الشركات واشطر مننا والله، واشطر مننا، لان هم بيجيبوا نتيجه باقل مجهود، ودي شطاره وذكاء. بس هم كمان يعني الجيل زد ده، الشركات العالميه والمؤسسات العالميه كلها بتعمل دراسات وابحاث عليهم. ليه؟ لان هم دول اللي هيبقى القائد بعد كام سنه، هو ده اللي هيبقى رجل الاعمال بعد كام سنه. فهم عايزين يعرفوا دول بيفكروا ازاي وبيتعاملوا ازاي. فدي مهمه جدا برضو ان انت تشرك الشباب. دي حاجه برضو مهمه جدا جدا. اتمنى ان انا يكون ليا دور واعرف ارجعها تاني. هي المكتبات القراءه للجميع اللي اتقفلت. المكتبات اللي اتقفلت دي في احياء مصر الجديده ومدينه نصر وعلى مستوى الجمهوريه، يا ريت انها تتفتح تاني، وتتفتح بقى بصوره متطوره شويه. يعني انا اخليها مكان فيه واي فاي انترنت مجاني للشباب، وبدل ما الشباب هم بيخرجوا في القهاوي تبقى دي ملتقى كده. اللي عنده شغل ستارت اب، اللي بيسموهم ستارت اب، اللي هم الشركات الناشئه الصغيره، اللي عنده شغل جديد يبقى ده مجال فيه انترنت مجاني يشتغل منه يقرا منه. يبقى يعني تعمل شويه حركه ثقافيه تانية. المكتبات دي كان الاف من الشباب بيستفادوا منها وبيذاكروا فيها. انا مش عارفه ايه السبب انها اتقفلت دلوقتي. هي لغايه دلوقتي موجوده وعندنا ثروه من كتب فيها. يا ريت ترجع وبمنظور متطور شويه، تبقى مكان ملتقى للشباب يشتغلوا ويتناقشوا. يعني نشجع الشباب ان هي تبقى يعني عامل جذب ليهم. يعني بخلاف النقطه دي، الناس والشباب عاده يعني بيركزوا على الرياضه. وفي مصر الجديده ومدينه نصر في انديه، لكن للامانه غاليه شويه. بتفكري في ايه بالنسبه للشباب اللي عايز يمارس رياضه وبرضه عايز يلقى حاجه مش غاليه شويه؟ هي في مراكز شباب على مستوى الجمهوريه، فدي نقطه كويسه قوي. محتاجه تطوير مثلا، نطور مراكز الشباب. وبرضه يعني انا من خلال شغلي كنت دايما بستفاد من وجود شركات كبيره سواء مصريه او عالميه. زي ما قلت لحضرتك بيبقى عندهم فائض في الميزانيه للبند المسؤوليه المجتمعيه. فالحاجات دي الواحد يتواصل مع الشركات دي وفي الدايره. يعني انت لو نائبه هيكون لك دور في مساله التواصل مع الشركات دي عشان توفر الاكتيفيتي الخاصه بالشباب. طبعا يعني انا ناويه اعمل كده، لان انا كنت بعمل كده من خلال شغلي ومن خلال مبادرات كتير قوي قبل كده كنت بعملها. هي في حاجه كمان، هو دور النائب، معلش يعني احنا ما تطرقناش لده. هو دور النائب هو مراجعه التشريعات، اقتراح تعديلات في التشريعات، ومراقبه اداء الحكومه. بس للاسف غياب المحليات بقى الدور المتوقع من النائب في الدايره يعمل الدورين، الدور الخدمي المحلي والدور التشريعي والدور الرقابي. بالظبط. اتمنى ان احنا نعمل انتخابات المحليات وتبقى محليات منتخبه مسؤوله بتخضع للمساءله، عشان هي اللي تقوم بدورها في كل الجوانب اللي ناقصه دي. ويبقى دور النائب ان هو بيتعاون مع المحليات ومع المحافظه ومع مؤسسات الدوله انه يحل المشاكل دي، يعني يساعد الدوله في انه يحل المشاكل دي، بحيث في الاخر الناس تبقى راضيه وسعيده وفي تطور يعني من ناحيه اجتماعيه وثقافيه واقتصاديه مع جميع الاصعده. فلا طبعا احب اتمنى، يعني اكيد في حلول لكل حاجه، بس هي الواحد لما بيتكلم مع الناس وبيشارك معاهم بنقدر نطلع بافكار مختلفه شويه. بقلل الامكانيات ممكن نعمل تغيير. انا العناوين الواسعه احيانا ما بحبهاش. يعني دايما بنسمع من المعارضه العدالة والمساواة والتنمية. طب ازاي ده هيتنفذ على الارض ازاي؟ حضرتك قلت ان في سياسات بديلة، وبتقولي للامانة
بعض البنود المتعلقه بتحريك هذه السياسات. في برنامجك الانتخابي بتقول التنميه والعداله والمساواه ومكافحه الفساد. برضو دي العناوين اللي انا ما بحبهاش للامان، او مش بحبها. ليه؟ بحبها طبعا، اتمنى انها تتحقق. هي ما بتحبهاش لانها بتتداول كتير بس من غير بنود للحل. بالظبط. انت في برنامجك الانتخابي طرحتي مساله العداله والمساواه والتنميه. خلينا في جزء المساواه والتنميه والعداله تحديدا. بنود بقى، يعني نحط كده تفصيلا ده ممكن يحصل ازاي، او بتترجميه في برنامجك الانتخابي ازاي، او تقدري تنفذي المساواه ازاي؟ انا عندي ملف في البرنامج اسمه الحوكمه. الحوكمه دي اللي هو ان انت يبقى عندك نظام صارم جدا لتنفيذ القانون وللمساءله والمحاسبه على اساس الاهداف والنتائج. ده لو اتفعل بطريقه صارمه ونافذه، حاجات كتير جدا او مشاكل كتير جدا من اللي احنا بنعاني منها هتتحل لقدر كبير جدا. حوكمه بمعنى ايه؟ ان انت في اي مؤسسه، في اي مرفق بتعمله، في اي تطوير بتعمله، لازم وانت بتعمله في الدراسه يبقى عندك الاطر بتاعه الحوكمه دي. الناس اللي هتشتغل دي ايه اهدافها؟ ايه مسؤولياتها؟ انا حاسبها ازاي؟ ويبقى في نفاذ بقى للقانون، في مساءله وفي محاسبه. تمام؟ فيبقى في يعني زي اليات كده للمحاسبه وتنظيم المسؤوليات في كل حاجه بنعملها. دي الحقيقه احنا مقصرين فيها جدا، ما عندناش الموضوع ده، فيه قصور وفيه مجال كتير جدا للشغل فيه، عشان اللي بيشتغل ده سواء في الحكومه او في العمل العام يبقى عارف ان هو هيتحاسب على الاهداف وعلى المسؤوليات اللي متحدده ليه. وده انا يعني عامله كذا بند تحت الملف بتاع الحوكمه بتاع العداله. طبعا تحت ملف العداله ضروري جدا اطلاق الحريات العامه، مشاركه زي ما بنعيدها في كل ملف، مشاركه الناس ومصارحه. الحكومه لازم يبقى في تقارير شفافه وارقام بتنشر بصفه دوريه. ومش بس كده، انا شايفه دور كبير قوي النواب في الفتره الحاليه، يعني الحكومه يبقى في تصريحات كتيره بتقولها بارقام، بس الناس مش هتفهم الحاجات دي او مش هتفتكر الحاجات دي. ده دور النائب انه يشرح للناس. يعني الناس مثلا بتفاجئ كل مره برفع سعر البنزين، وعاده بيبقى يوم خميس زي ما احنا كلنا متعودين. بس هي مش مفاجاه، لان القرض اللي النائب في البرلمان او النواب اللي في البرلمان اللي بيمثلوا الناس بيوافقوا على القرض ده من ضمن شروطه بيبقى رفع الدعم تدريجي للدعم حسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومتجدول ومتفق عليه. لكن نواب الشعب ما شرحوش للناس ان هم وافقوا على حاجه زي كده بالتفاصيل دي، فالناس بتفاجئ. صح؟ برضو تصريحات الحكومه ساعات بتبقى قبل زياده البنزين بيومين نفاجئ بتصريح وعود بالرخاء والازدهار وان مش هيبقى فيه اعباء على الناس. طب يعني شاركوا الناس، فهموه. ما يعني قصدي لازم نحترم عقل الناس، لازم نفهمهم اللي بيحصل. لو انا عندي تحديات وبعمل حاجات معينه هتبقى صعبه، لازم اقول لهم استحملوا، بس استحملوا لغايه امتى، ولما استحمل هيحصل ايه، بحيث الناس تبقى يعني قلبا وقالبا مع اللي بيحصل وفاهماه وشريك فيه. ده اللي اقصده. من الملفات اللي حضرتك مركزه عليها في البرنامج الانتخابي ملف البيئه، وللامانه يعني اغلب المرشحين ما بيحطوش ملف البيئه في اي برنامج انتخابي. اشمعنى ركزت على البيئه وناويه تعملي ايه في الجزء ده؟ هو ملف البيئه الحقيقه يعني ده مهم جدا، لان هو بيأثر على حياه الناس وصحتها. يعني البيئه هي ان انت تبقى عايش في بيئه نظيفه، هواء نظيف، ميه مش متلوثه، مساحات خضراء. البيئه كمان البصريه، ما عشان كده بقول لك الملفات كلها ليها علاقه ببعض، مرتبطه ببعض. البيئه والهويه، البيئه البصريه وشخصيه الحي. يعني انت ما بتطور انت لازم تحافظ على شخصيه الحي والهويه البصريه والذاكره البصريه بتاعه الاحياء، لان دي بتعمل انتماء وارتباط للناس مع الاماكن بتاعتهم، والدوله طبعا بالتبعيه. فدي مهم جدا الملف ده. احنا ماضيين على اللي هم ال 17 هدف بتوع الامم المتحده، اللي هي منها ملف البيئه والمحافظه على البيئه لان احنا مع التغير المناخي والحاجات دي بقى تحديات احنا طبعا مش شايفين انها حاجه ملحه، بس هي مهمه جدا. الاقتصاد الاخضر والحاجات دي طبعا دي هتبقى حاجات ملزمه بعد كده. يعني انت بعد كده ممكن ما تيجي تصدر منتج
مش بعد كده، ده حاصل فعلا. لما تيجي بتصدر منتج لو هو مش ملتزم بمعايير معينه مش هتعرف تصدره. فده واقع لازم يعني نركز عليه طبعا، يعني مرتبط بكل الملفات التانية طبعا. اهم حاجه في ملف البيئه كمان النظافه، النظافه دي اساسي جدا للبيئه. احنا لازم موضوع النظافه ده ملف خطير جدا وحيوي، مش بس النظافه بمعنى اللي هي القمامه وازاي تشيل القمامه بصفه ببرنامج منظم وازاله المخلفات من الاحياء. هي النظافه حتى في كل حاجه، النظافه في المرافق، في الشوارع، في ثقافه النظافه دي مهمه جدا جدا. ملف العداله ده جزء مهم وركن اساسي في البرنامج الانتخابي طبعا. واحنا جايين نناقش العبارات اللي ممكن يتم استخدامها لكنها محتاجه تفصيل، محتاجه شرح. تمام. والمسمى بتاع العداله مطاط جدا. ايه تفكيرك او ايه اللي ناويه تنفذيه في الجزئيه دي على ارض الواقع؟ اول حاجه العداله مش مفروض تبقى مطاطه زي ما حضرتك قلت، مش لفظ مطاطه. لا انا قصدي بيتم استخدامه أيوة. بشكل مطاط، بمعنى ان ناس كتير تقول لك لابد من تنفيذ العداله الاجتماعيه. طب ازاي هيتم أيوة. تنفيذ ده؟ إزاي؟ احنا عايزين نعرف ازاي اكتر ما نعرف الشعار. طيب احنا في مصر يعني عندنا قوانين كتيره جدا وعندنا منظومه قضائيه، بس احنا عندنا فعلا مشكله في تنفيذ القانون. يعني احنا عندنا اول مشكله بتصطدم بيها اي بني ادم عايز ياخد حقه بيلجأ للقضاء. اول مشكله بتبقى طول اجراءات التقاضي، الواحد ممكن بياخد سنين عشان ياخد حقه. فالعداله الطويله دي هي عداله غائبه. احنا لازم يبقى في مشروع قومي نعرف نحل بيه المعضله دي، انه سرعه وتبسيط اجراءات التقاضي عشان الناس تعرف تاخد حقها بسرعه وتاخد حقها بطريقه ناجزه. لان انت ممكن بعد سنين بتاخد حكم تبقى في منتهى السعاده وانت خارج من المحكمه وحقك رجع لك، بس ما بتعرفش تنفذه. فآليات تنفيذ الأحكام كمان دي مهمة جدا. لازم يبقى في منظومة صارمة تمكن المواطن من تنفيذ القانون. تنفيذ القانون لازم يتنفذ كمان بصورة عادلة. يعني ما بتكلم بقى مساواة في الفرص والحقوق، لازم القانون يتنفذ بصورة متساوية لكل الناس بصرف النظر بقى عن طبقاتهم ومناصبهم ومسمياتهم وهكذا. فآلية تنفيذ القانون مهمة جدا. العدالة في الحقوق والحريات دي مهمة جدا. إطلاق الحريات العامة مهمة جدا جدا. إطلاق الحريات العامة ده أساس لتكاتف المجتمع، أساس إن كل الناس يبقى في رضا عام في المجتمع. مش هينفع نبني ونتقدم ونتطور وفي ناس حاسة بظلم، ناس حاسه حقها مهضوم، اقليات حقها مهضوم، تنمر ضد اقليات، المراه مش واخده حقوقها. فلازم يبقى في مساواه في الحقوق والواجبات. كل ده المنظومه العداله دي لو متطبقه ومتنفذه بصوره عادله وناجزه وبتضمن المساواه، كل ده بيضمن انه مجتمع صحي، مجتمع متماسك، مجتمع واقف في ظهر الدولة، في ظهر كل السياسات اللي بتحصل، لأنه حاسس بالعدل مش حاسس بالظلم، حتى بما فيها العدالة ومراعاة الجوانب الإنسانية في حاجات زي قانون الإسكان زي ما قلناها، زي في الإزالات. فيبقى في عدل بمعنى برضو عدل إنساني. أنا لازم أدي للناس حقها. أنا مش بحاول أخد حاجة من الناس بسعر يعني قليل او بتعويض ابسط تعويض ممكن اعمله وانا احقق مكاسب من مشروع هعمله. لا، اخد الناس حقها، الناس تبقى سعيده وحاسه انه تعويضات عادله، فرص عادله، مساواه في الحقوق والواجبات. ده لو المنظومه دي يعني شغاله صح في المجتمع، هو ده اللي بيخلي الناس تتمكن من الترقي اقتصاديا واجتماعيا في الطبقات. تعرف تترقى في الطبقات عشان عندك فرص متساوية، ونقدر نقوي ونكبر في الطبقة المتوسطة. أستاذة وفاء، يعني اتكلمنا بالتفصيل عن أكتر من ملف في برنامجك الانتخابي، وهتقدمي إيه للمواطنين؟ واختلفنا واتفقنا في حاجات كتير، وفي أجزاء كتير جدا متفقين عليها، خاصة في ملف التعليم والصحة اللي بيهم ناس كتير جدا، مش بس في مصر الجديدة ومدينة نصر والنزهة. في النهاية احنا داخلين على استحقاق انتخابي مهم، والناس بتشوف ان هو بقدر أهمية او يتجاوز في أهميته بالاستحقاقات اللي فاتت، لانه في تنوع كتير جدا ومنافسة صعبة. تقول ايه للناخبين في مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر، وايه الرسالة اللي تحب توجهها لهم
بالنسبه لترشحك لمجلس النواب؟ يعني الحقيقه انا عايزه يعني رساله للناس، ورساله تانية قبل ما اقول رسالتي للناس، انه كل الملفات اللي اتكلمنا فيها اهم حاجه فيها هي مشاركه الناس. اهم الناس تبقى مكون اساسي من المشاركه في كل التطوير وكل التشريعات اللي هتحصل. ده مهم جدا عشان يبقى فيه مجتمع متجانس، مجتمع راضي، مجتمع في ظهر الدوله وهي بتقوم بالتطوير. ده اهم نقطه. النقطه الثانيه اللي انا عايزه اقولها انه الدوله برضو عليها عامل انها تخلي الناس تشارك بطريقه فاعله في الانتخابات، ويا ريت البرلمان الجاي او مجلس النواب الجاي تتم اذاعه الجلسات بتاعته زي ما كان بيحصل زمان، عشان الناس تبقى عارفه ايه اللي بيحصل وتبقى فاهمه ايه اللي بيحصل، لان اللي بيحصل جوه المجلس ده هو بيأثر على حياه الناس اليوميه وعلى مستقبلهم ومستقبل اولادهم. فلازم يبقى عندهم الوعي بأهمية متابعة ايه اللي بيحصل، أهمية ان هم يشاركوا بكثافة، عشان يضمنوا ان اللي بيوصل لمجلس النواب يبقى حد حقيقي أمين عليهم، حد عارف مشاكلهم، حاسس بهمومهم، هيقدر يوصل لهم صوتهم، مش هيختفي بعد ما يتم انتخابه، ويفضل على طول على تواصل مع الناس، بيفهمهم، بيشرح لهم، بيسمع على مشاكلهم، وبيحاول أقصى جهده إن هو يقدم حلول ذكية لمشاكل الناس تحقق استقرار ليهم، وكمان تخلي يبقى فيه توافق على السياسات بتاعة الدولة مع المصلحة العامة للناس. أنا أوعد الناس إن أنا في حال إن أنا وصلت إن أنا أكون نايبة عنهم في المجلس، إن أنا مش هختفي بعد ما يتم انتخابي، وإن أنا هكون قريبة من الناس، وإن أكون صوت أمين ليهم جوه مجلس النواب. متشكرة ليك أوي. شكرا أستاذة وفاء، وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا.